ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، اشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت الامر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. تعالوا بقى بينا نبدأ الفيديو. بصوا بقى يا حبايب قلبي، فكرة النهاردة فكرة مش جديدة خالص، تمام؟ الفكرة قديمة ومعروفة وناس كتير بتطبقها وناس كتير بتعملها، بس هنا في حاجة جديدة بقى في الفكرة دي. دلوقتي ناس كتير قوي عايزين يوفروا، عايزين يحوشوا، وعايزين مثلا يعني ما يخشوش جمعيات ولا يربطوا نفسهم بجمعيات، لان ساعات الجمعيات ممكن تتفشكل، ممكن يجي عليا وقت ما اقدرش اسدد القسط اللي عليا. فانا عايزه ابقى حره نفسي، احوش اللي احوشه بالمبلغ اللي انا عايزاه، زياده اقل المبلغ اللي انا عايزاه. طيب انا هعمل ايه بقى في الوقت ده؟ بصوا يا بنات، الفكره دي انا بقالي 6 شهور بطبقها، تمام؟ الفكرة عاملة ازاي؟ انا هجيب حوالي 4 ازايز، تمام؟ انتوا قدامكم 3 ازايز، هقول لكم الازازة الرابعة راحت فين. الازازة الاولى هنحوش فيها الفلوس الفضية، دي الفلوس اللي بتتبقى مننا في السوق، ماشي؟ طبعا الازازة مش مليانة قوي، لان لسه انا يعني ما بقاليش غير كام يعني اسبوع واحد بس مطبقة فكرة الفضية، تمام؟ تعالوا بقى شوفوا الازازة التانية. الازازة التانية يا بنات احنا هنحط فيها فئة 10 جنيه، تمام؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده، دي فئة 10 جنيه. اي 10 جنيه هتبقى معاكي وعايزة تحوشيها حطيها في الازازة دي. والازازة التالتة هتبقى فئة 5 جنيه، يعني اي 5 جنيه هتتبقى معاكي تحطيها في الازازة دي. طب ليه يا ياسمين كده؟ طب ما نحطهم كلهم على بعض وتبقى تحويشة واحدة وازازة واحدة. لا يا بنات، الفكرة دي يا بنات هتشجعك قوي قوي. اولا انت لما تحطي كل فلوس لوحديها هتتشجعي، لما تيجي تحطي ال5 جنيه في الحصالة، طب اقول لك ايه، ان شاء الله بكره هحط 10 جنيه، هتبقي انت عايزه كمان تحطي في الحصاله التانية. طيب هتحطي هنا 10 جنيه. انا الحصاله الرابعه كنت عاملاها لفئه 20 جنيه، ماشي يا بنات؟ والحصاله دي انا مش حطاها ليه؟ عشان انا فتحتها وخدت المبلغ اللي فيها، كان ما شاء الله مبلغ حلو قوي قوي، كانت تحويشه 6 شهور، ماشي؟ عايزه اقول لكم خدت المبلغ ده زائد العيديه زائد ال10% اللي انا بشيلها من مرتبي انا وزوجي، تمام؟ ورحت واللهم صل على النبي وجبت حاجه ذهب، اللهم بارك اللهم بارك، حلوه قوي قوي، جبتها من استاذ ياسر امبارح، ماشي؟ تمام. فنفعتني جدا جدا جدا، يعني مبلغ سندني ان انا بدل ما اجيب حاجه صغيره اجيب حاجه اكبر سنه. مش هقول لكم حاجه كبيره واو، لا، حاجه اكبر سنه. من ايه؟ من الفلوس دي، من 20 ومن 10 ومن 5. ولسه ان شاء الله الفضيه هنجربها ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. طيب يا بنات، الفلوس دي شروطها ايه؟ الحصالة شروطها اول حاجة تكون شفافة. ليه يا ياسمين؟ لان انت لما تشوفي الفلوس قدامك هتتشجعي ان انت تحطي كل يوم. انت كده كده مش عارفة المبلغ اللي جوه قد ايه، لان الفلوس بتبقى محطوطة على بعضها، تمام؟ تاني حاجة، الازازة تكون صغيرة، يعني الازازة اللي انتوا شايفينها اللي فيها الفلوس الفضية دي يا بنات، الازازة دي ازازة حاجة ساقعة، اللي هي 400 لتر، تمام؟ اللي هي اقل من نص لتر حاجه ساقعه. هي ازازه صغننه اللي بنشربها بنديها لاولادنا. انا خرمتها خرم من فوق وبدات احط فيها ايه؟ الفلوس الفضيه. طيب ليه يا ياسمين نعملها صغيره؟ عشان يا بنات الازازه الكبيره لما بتحطي فيها الفلوس هتزهقي، انت تبقي عايزه تمليها باي طريقه، وكل ما تشوفيها فاضيه كده مش هتتشجعي. لكن الازازه الصغير هتمليها بسرعه جدا، وهتتشجعي ان انت تجيبي غيرها، يعني تفضيها وتجيبي غيرها وتكملي عليها، وهكذا. وكل مبلغ يا بنات هيتوفر من الفلوس دي تاخديه وتروحي مثلا عند اي كشك، عند اي سوبر ماركت، وتصححي الفلوس دي. وبعد ما تصححيهم تاخديهم وتشوفي المبلغ هيبقى كام، وتروحي عند بتاع الذهب يا بنات وتشتري لك حاجه ذهب، وهكذا.
ده بقى افضل طريقة عشان تشتري الذهب بدون ضغط، بدون مثلا ما تكون مطلوب منك فلوس كل شهر تدفعيها، وهتبقى بصي يعني توفير التوفير. فضلا عن ذلك فوائد الحصالة دي اللي هي حصالة الفكة وال5 جنيه وال10 جنيه وال20 جنيه، ان انت هتستفيدي منها في كذا حاجة. اولا احنا داخلين على موسم مدارس، تمام، مطلوب مننا ان ولادنا داخلين في شهر 8 هيبتدوا دروس، ناس كتير ولادهم بيبتدوا في شهر 8 دروس، يعني محتاجين ملازم وكتب، تمام، اللي هي الكتب الخارجية. تقدري من الحصالة دي تشتري الحاجات دي. طيب الحصالة مش هتقضي الكلام ده كله، لا، تقدري مثلا تشتري الملخصات اللي هم بيطبعوها، هتقدري تشتري الاقلام والكراريس والحاجات الكشاكيل والحاجات اللي هيروحوا بيها الدرس، هتقدري مثلا تديهم مصروف عشان لو مثلا المشوار بعيد شوية يركبوا مثلا مواصلة ب5 جنيه ولا حاجة، مثلا ميكروباص او مثلا توك توك مثلا خطوتين وهكذا. فاهمين قصدي؟ تمام. تاني حاجة ممكن تستخدمي الحصالة دي لو عليكي دين. في ناس كتير بتبقى يعني ربنا يا رب يسدد ما عليهم، بيبقوا سالفين فلوس من حد، مثلا واخدين قرض، واخدين يعني اي حاجة من الحاجات دي. الفلوس دي هتساعدك ان انت في الزنقات دي ان انت تسد اللي عليكي. كذلك الفلوس دي هتساعدك ان انت تشتري خزين لرمضان، يعني رمضان داخل علينا، يا رب يخش علينا بالخير جميعا. هتقدري يا بنات بالفلوس دي تشتري خزين لرمضان. ممكن تحوشي الفلوس دي كلها لو انت مش عايزه تجيبي حاجتك مثلا قبل رمضان مثلا ب9 شهور ولا 8 شهور، ممكن تشتري وتحوشي المبلغ ده كله، وقبل رمضان مثلا بشهرين تجيبي حاجتك مثلا جديده، رزك مثلا بالشكاره، مكرونه بالشكاره، الحاجات دي كلها، الشعريه، الزيت، السكر، الحاجات دي كلها والبقوليات، تقدري مثلا من الحصاله دي توفري وتجيبي اللي انت عايزاه. تمام. تقدري كمان يا بنات لو عندك مثلا، في ناس كتير بيطلع لهم يعني مثلا مناسبات، فرح، مثلا واحدة ولدت، اللهم صل على النبي، مثلا اي مناسبة، يعني عايزة بقى تنقطي حد، تجيبي هدية لحد في مناسبة، تقدري بدل ما تزنقي نفسك وتاخدي مثلا من الراتب بتاعك او من مصروف البيت، لا، الحصالة دي تقدر ان انت تجيبي منها يعني تنقطي منها لحد، تجيبي هدية لحد، دي تبقى سهلة قوي قوي. كمان الحصالة دي ولادي بيعملوها، يعني ولادي معاهم حصالة بس كبيرة شوية، بيحطوا بقى المصروف بتاعهم، باباهم بيديهم كل جمعة فلوس، 20 جنيه، 10 جنيه، 15 جنيه لكل طفل من أطفالي. ولما بنقبض بنديهم مثلا من فلوس القبض 20 جنيه، 25 جنيه، 30 جنيه حسب الظروف. بياخدوا الفلوس دي، هما بياخدوش مصروف يومي، بياخدوا مصروف بالأسبوع وبالشهر، يعني مصروف مثلا أول يوم في الشهر وكل جمعة بياخدوا مثلا 5 جنيه مثلا يصرفوها مثلا، او 10 جنيه، والباقي بيشيلوه في الحصالة، بحيث ان هم لو احتاجوا مثلا نفسهم يشتروا لعبة. يعني ولادي كنت الاول بشتري لهم اللعب يكسروها، والله ما بتقعد اللعبة يومين 3 لما بتكون اتكسرت، ويقولوا لك يا مامي احنا ما عندناش لعب والكلام ده كله، عايزين لعبة، بضطر اجيب لهم تاني. لما لقيت الموضوع بقى اوفر بقى والفلوس رايحة على لعب بتتكسر وبتترمي في الباسكت، وانتوا عارفين ان اسعار الالعاب غالية جدا جدا، لا، بدأوا يحوشوا ويشتروا من مصروفهم ألعاب. يوسف كان نفسه في شنطة مكعبات هو وأخته، فتح الحصالة طبعا، حوش مبلغ كان حوالي 200 جنيه، جاب ب120 جنيه، اللهم صل على النبي، جاب شنطة مكعبات ما شاء الله كبيرة، وكمان 80 جنيه خرجنا بيهم في العيد. الحمد لله. يعني الحصالة شوفوا يعني كانوا فرحانين قد ايه، خروجه ما كلفتناش 80 جنيه، كنا ايس كريم ولعبنا العاب كهرباء وشربنا عصير وروحنا واتبسطنا، وكمان اشتروا لعبة لعبوا بيها في العيد. فهي دي بقى فرحة الحصالة، ان ابنك يحس ان هو يعني بيجيب يعني حاجة اللي نفسه فيها من مصروفه ومن فلوسه، ودي بتبقى حلوة قوي قوي. تمام. فضلا عن ذلك يا بنات، برضو الحصالة من فوائدها ان انت ما بتحتاجيش لحد، نفسك تجددي حاجة في البيت، تشتري مثلا سجاد جديد، ستاير جديدة، مثلا نفسك في اي حاجة تشتريها، مثلا ديكور مثلا. يعني انا واحدة من الناس انا محتاجة مايك ومحتاجة اضاءة، تمام، فانا قلت ان شاء الله ان شاء الله من الحصالة دي هشتري مايك يكون حلو كده وجودته حلوة عشان يبقى الصوت واضح، لان انا صوتي واطي على طول في التصوير، وكمان هزود الاضاءة.
فالحصالة ليها فوائد لا تعد ولا تحصى يا بنات. وتقدري بحاجات موجودة عندك في البيت، تقدري بدل ما ترميها في الباسكت تديها لبتاع الروبابيكيا وتستفيدي من الفلوس دي وتحطيها عندك في الحصالة. ومثلا بدل ما تروحي السوق وتجيبي مثلا كيلو من الخضار، ممكن تجيبي كيلو الا ربع من الخضار، والباقي ده تشيليه 5 جنيه 3 جنيه 4 جنيه تحطيهم في الحصالة. تقدري كمان توفري في فلوس التوابل. بدل ما بنجيب كل شهر ب100 جنيه وب150 جنيه توابل، لا انا اجيب واعمل الملح المبهر اللي هو هيكلفني كله على بعضه 25 جنيه، وهجيب نوع تابل ب10 جنيه. الشهر ده مثلا اجيب مثلا توابل لحمه، الشهر اللي بعديه ب10 جنيه توابل فراخ، اللي بعديه ب10 جنيه زعتر، اللي بعديه ب10 جنيه كركم، بعد كده ب10 جنيه كاري. احنا بناخد رشات بسيطه قوي بنحطها على الاكل، فاصبح ان انت هيبقى عندك توابل مختلفه، وكل شهر هتجيبي نوع تابل جديد هتزوديه على القديم، وهيبقى عندك كذا نوع توابل. بكده تكوني وفرتي واقتصدتي في التوابل. اقتصدوا كمان يا بنات في المنظفات، ما تجيبوش منظفات شركات، هاتي منظفات سايبة، دي هتنفعك جدا جدا جدا. الملابس، جددي في ملابسك القديمة، هاتي كده اعملي تنسيقات بسيطة، حط يعني حاجات قديمة طلعيها بقالها 2 3 مركونة، طلعيها على جيب حلوة، على بنطلون حلو، على طرحة حلوة. غيري لو انت متعودة تلبسي مثلا على الطقم ده طرحة لونها اسود، البسي طرحة بيضة هتنور وشك وهتحسي بتغيير. حاجات كتير يا بنات نقدر نوفر بيها، بنصرف فيها صرف جامد جدا واحنا قادرين ان احنا نقتصد. كمان بند المواصلات، لو انت مثلا يعني مثلا عايزه بدل ما مثلا تركبي مواصله على خطوتين هياخدوا 10 دقايق مشي، لا انت امشيهم ووفري المواصله دي. المواصله دي ب10 جنيه ب20 جنيه، توك توك ب10 ب20، خدي ال20 جنيه اللي انت مثلا هتركبي بيهم التوك توك حطيهم في الحصاله، واصحي بدري مثلا 10 دقايق بدري وتمشي، اهي منها صحة صحة ورياضة، وفي نفس الوقت حوشتي فلوس. فهي دي بقى الحاجات البسيطة اللي كلنا بنستهتر بيها ونقول ايه يعني 10، ايه يعني 5 جنيه، ايه يعني 3 جنيه، ايه يعني 2 جنيه. اجدادنا والله كانوا دايما بيقولوا لنا، يعني تيتا كانت دايما بتقول لي يا بنات زمان كان الناس بيحوشوا المليم على البريزة على الريال على الجنيه على الربع على النص، وكانوا بيشتروا اللهم بارك أراضي يا بنات وبيوت والله العظيم، وكانوا بيبنوا وبيعملوا لعيالهم من فلوس فكة لا تذكر، كانوا بيحوشوها وكانوا بيعملوا منها بيوت ومستقبل لولادهم. وكمان يا بنات اللي يضحك أكتر وأكتر ان الناس كانت تقول ايه، اصلا زمان كان عندهم الربع جنيه والجنيه ومش عارفه ايه، كان بيجيب حاجات قد كده. انت عندك حق، هم زمان بقى كانوا بيبصوا على الربع جنيه ده يا بنات ان هو مبلغ، يعني بيبصوا ان الربع جنيه ده مبلغ، زي ما احنا كده بنبص ان 1000 جنيه وال500 جنيه دلوقتي مبلغ. هم زمان كانوا بيبصوا عن الربع جنيه مبلغ. فكل عصر وليه اوانه، يعني كل عصر وليه حساباته، فاهمين قصدي؟ فما نقولش بقى هم كانوا الدنيا رخيصة زمان، مفيش حاجة اسمها رخيصة، كل زمن وليه فلوسه وليه عملته وليه أسعاره. فعشان كده عايزة اقول لكم حاولوا ان انتوا تقتصدوا وتعملوا حاجة لنفسكم. هتقدري تشتري عربية مش صعبة، انت لو عملتي جمعيات وجمعتي مقدم عربية ورحتي دفعتي المقدم بتاعها والباقي جبتيها قسط، والقسط ده هتعملي بيه ايه؟ طب انا هجيب القسط منين يا ياسمين؟ لا يا حبيبة قلبي، انت لما هتشتري العربية وتدفعي لها مقدم، زوج حضرتك ممكن يشتغل عليها اوبر او كريم او اندرايفر، وهيجيب تمن القسط واضعافه كل شهر. تمام؟ لو انت مثلا حوشتي ممكن تجيبي من الفلوس دي مكنة خياطة وتخيطي في البيت، تعملي ملايات، تعملي حاجات للعرايس، تصلحي مثلا حاجات بايظة، تقصري تطولي تظبطي عبايات والكلام ده كله، وهيطلع لك فلوس كل شهر وهترجعي فلوس المكنة اضعاف اضعاف. هتقدري مثلا ان انت تعملي جمعيات وتشيليها وتشتري ده وتدفعي مقدم شقة والباقي اقساط. تمام؟ بص القسط بيعمل كل حاجة بس بتشغيل الدماغ. والافضل ان انتوا تجيبوا عربية وتشغلوها كريم او درايفر او اوبر، هتجيب لكم فلوس حلوة جدا جدا. يعني بصوا من حيث لا تحتسبوا، الرزق ما بيقفش على حد. ما تقوليش مش عارفة مش هعمل، لا، ابتدي من دلوقتي. وانا الحمد لله بدأت من 6 شهور
والفكرة يا بنات للتنويه مش جديدة، عشان ما تقولوش ان ياسمين اول واحدة عملتها. لا، مش ياسمين مش اول واحدة عملت الفكرة دي. الفكرة دي منتشرة وكل الناس بتعملها، بس الفكرة في طريقة الفكرة. يعني ازاي الناس بتحط الفلوس كلها على بعض؟ لا، انا بقسم الفلوس، بعمل حصالة للفضية، حصالة للخمسة، حصالة للعشرة، حصالة للعشرين، عشان اتشجع واملاها، واحب ان انا احط في الحصاله ام 20 مره، والحصاله ام 10 مره، والحصاله ام 5 مره، فيتكون عندي كده مبلغ حلو كده ينفعني. وده اللي انا بطلبه منكم، اتشجعوا يا بنات، ابداوا يا بنات. ما تستنيش حد يقول لك ابدأي، ما تستنيش ياسمين ولا غير ياسمين يقول لك ابدأي. انا بدأت بنفسي، ما حدش قال لي ابدأي. واللي بدأني ازمات عدت عليا، علمتني بصراحه وأدبتني وخلتني ان انا اعرف ازاي الفلوس اصرفها في مكانها الصح، من غير بخل، من غير حرص. لا، احنا بنصرف بالمعقول. ده مش حرص ولا بخل، تمام؟ عشان الناس اللي تفتكر ان الناس اللي بتوفر دي ناس بخيلة، لا، مش ناس بخيلة ابدا، دي ناس بتحط فلوسها في المكان الصح. وزي ما انتوا شايفين اهو، انا بوريكم ان انا فاتحه فتحه من فوق اهو، وبحط فيها الفلوس الفضيه، وان شاء الله وباذن الله. ودي هي ال10 جنيه اهو. طبعا انا مش عارفه المبلغ اللي جوه قد ايه، وال5 جنيه قد ايه. ان شاء الله كمان شهرين باذن الله، باذن الله على شهر 8 هفتح معاكم الحصاله، وهنعد الفلوس سوا انا وانتوا، ونشوف هنعمل بيها ايه في الوقت ده. يجعله يا رب عامر يعني بالخير يا رب العالمين، وبيتكم كلها تبقى فيها الرزق يا رب. جربوا وابدأوا من دلوقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. انا بحبكم جدا جدا، وبشكركم على تفاعلكم على الفيديو بتاع الذهب. يا رب يكون افادكم واكون جاوبت لكم على كل الاسئله. اشوفكم على خير، مع السلامه.